كتير من البنات بيبقوا قلقانين من أول لقاء وبيسألوا لون دم غشاء البكارة بيبقى عامل إزاي ولونه إيه؟ الحقيقة إن مفيش لون واحد ثابت لكل البنات، لكن الطبيعي إن الدم بيكون لونه أحمر فاتح أو وردي، وأحياناً ممكن يكون غامق شوية لو الغشاء سميك أو النزف حصل ببطء. وكمان لازم تعرفي إن كمية الدم بتختلف من بنت للتانية، في بنات بتنزل نقطة أو نقطتين بس، وفي اللي بيبقى أكتر شوية، وده كله طبيعي. ولو ما حصلش نزيف واضح ده مش معناه إن مفيش غشاء، ممكن يكون نوع الغشاء مطاطي أو تمدد من غير ما ينقطع، وده أوقات بيحصل. علشان كده ما تقلقيش ولا تخافي من شكل الدم أو لونه، لأن أهم دليل على العذرية في مجتمعاتنا هو وجود غشاء البكارة نفسه، واللي ممكن تتأكد الطبيبة من وجوده أو عدمه بسهولة. اطمني، كل التفاصيل دي طبيعية ومش سبب للخوف أو التوتر. طالما حافظتي على نفسك من أي ممارسات خاطئة يبقى مفيش داعي للخوف.